أكد كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي أنه كان حريص على الانتقال لدوري روشن السعودي بعدما علم بأنه مشروع ضخم، لافتا أنه يحاول تطوير والنهوض بكرة القدم السعودية. وقال بنزيما في تصريحات عبر الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة إكس: الدوري السعودي إنه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءا من هذه القصة. حان الوقت لتحدي جديد بعد تحقيق كل شيء مع ريال مدريد. وأضاف: لطالما أردت أن أذهب للسعودية مع قدوم مشروع كرة القدم هناك، إنه مشروع ضخم من كل النواحي. بالنسبة لي أردت حقا أن أكون جزءا من هذه القصة، وأردت أن أساعد في نهضة للسعودية. هذه من الأسباب التي جعلتني أذهب إلى الدوري السعودي، وأيضا لأنها دولة مسلمة، وأيضا لأنهم رحبوا بي بأيدي مفتوحة. وتابع: عندما تكون في مكة أنت في الحقيقة أنها الحقيقة لكل مسلم، فعندما تكون هناك تشعر بالسلام والنقاوة. إنه فعلا مكان استثنائي، وأتمنى لكل المسلمين زيارته. وأكمل: داخل الملعب وخارجه أنا سعيد جدا، سأقولها مجددا. أشعر بعد أن وصلت هنا لقد رحبوا بي بطريقة رائعة. إنني أشعر وأقدر حب الناس لي في السعودية، وهذا يجعلني سعيدا حقا. وسأحاول أن أفعل كل في وسعي لرد هذا الحب في أرضية الملعب. وواصل: يوجد الكثير من الشغف لكرة القدم في السعودية، والكثير من التاريخ الكروي، فأنا سعيد بمستوى اللعبة هناك، وأنني حقا متفاجئ لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من الكرة القدم للسعودية، لكن الآن أصبح الكثير يشاهد للدوري السعودي بعد جلب العديد من الأسماء الكبيرة. وأوضح: أشعر بتحسن كبير. لقد كنت أعاني من إصابة، ولكنني أفضل الآن وأتدرب 100%. سأقوم برفع مستواي، والمباريات الأخيرة أعطتني شعور جيد، واستطعت اللعب ومساعدة الفريق، وأتم شيئا فشيئا الفريق يتطور، وحتى أنا كذلك، وهذا هو المهم. ولكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هو تحقيق البطولات في نهاية الموسم.